ضمن مباريات كأس العرب 2025 للنسخة رقم 11 لهذه المسابقة. مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم العراق والجزائر والسودان والبحرين هنا في استاد خليفة ضمن لقاءات الجولة الثانية. منتخب الجزائر في مواجهة أمام منتخب البحرين. منتخب البحرين الذي خسر أمام العراق في أولى لقاءاته 1-2 وهو بطل كأس الخليج الأخيرة في مطلع هذا العام 2025 في مواجهة منتخب الجزائر حامل لقب هذه البطولة واللي كان تعادل في أول لقاء أمام السودان. في غياب القائد على دكة البدلاء يستمر ياسين إبراهيمي في هذه المباراة على دكة البدلاء، وإن كان النهاردة تعديلات موجودة على مستوى المنتخبين سواء من مجيد بوغي كأس العالم. كل التوفيق الأخضر الجزائري والنشامة منتخب الأردن اللي فاز منذ قليل على الكويت 3-1 أمام الأرجنتين في كأس العالم، وأول كرة المباراة عن طريق عادل بولبينة. أرجنتين أردن نمسا، والحديث دلوقتي عن هذه جماهير الخضر اللي ملأوا الملعب النهارده، وفي جماهير أيضا من البحرين. خروج رائع من عمر سالم حارس المرمى، الضغط الجزائري المتوقع، الفعالية الهجومية اللي كانت غايبة. يا ولد عدى يوسف عطال في بطولات كأس آسيا منذ 2004. النسخة القادمة ستكون 2027 هي النسخة الثامنة على التوالي للمنتخب اللي كان رابع بطولة 2004 في كأس آسيا في الصين. البحرين مهدي الحميدان على القائم الأول، فريد شعال. الأحمر عبد الله الخلاصي خلصها عبد الله الخلاصي. كرة فاول من مهدي الحميدان يحاول يبعدها من على خط المرمى اللاعب بعوش، ولكن ترتطم في عبد الله الخلاصي اللي كان صنع الهدف الوحيد في مباراة العراق اللي امامنا هو. وهدف للأحمر البحريني يرفع من حرارة وحلاوة. بص كرة ثابتة الدفاع، ودي امامنا يلمسها بالكعب في المرة الأولى اللاعب اللي كان موجود امامنا هو مهدي، ولمسة من اللاعب بن عدي، ثم امامنا هو الابعاد الخاطئ وترتطم في قدم المدافع اللي كان متقدم. بص كرة حائرة عدت من فريد شعال، أراد هواري. النسخة الأخيرة 2025 أمام الأحمر العماني كان 2-1. البحرين بتحاول أمامنا هنا فريد شعال عن قائمة المنتخب الجزائري في هذه البطولة. مرة ثانية هنا انطلاقة محاولة العرضية، خطر العرضية خطرة جدا اللي فاتت من علي مدن. بص علي اللاعب كوميل الأسود عرضية خطرة. كوميل الأسود في زاوية صعبة، كوميل ولكن يا سلام على التغطية الدفاعية المرة دي، ويبعدها على طول ويطلعها. لكن راية وتسلل إيزاك تريفن نجم رياض محرز، وأيضا غياب عمورة لاعب فولفسبورج. واحدة جزائرية حلوة الكورة، لكن بلايلي طبعا والجويري اللاعب الوام وبالرحمة. وأخيرا زي ما قلنا انضم كمان زي ما سمعنا عبد الرحيم دغموم لاعب المتألق في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي. كرة حلوة من عادل بولبينة ساجر لكحل يلعب كرة حلوة قوي. لكحل يكمل أمامنا هنا السريع يوسف عطال. هي يوسف عطال يصنع ويسجل رضوان بركان، وينفجر بركان الفرح هنا في ملعب المباراة لمنتخب الجزائر. شفت الكرة الحلوة، شفت اللمسة، كرة حلوة قوي. فيكتور لكحل يلعب كرة ينطلق صاروخ الجزائر أمامنا هنا. يوسف عطال يصنع ويسجل أمامنا رضوان بركان لاعب فريق نادي الوكرة القطري ولاعب جياسكا السابق يتقدم للجزائر. إذا بركان الفرح في ملعب المباراة. بص كرة حلوة قوي من فيكتور لكحل ضرب بيها دفاع منتخب الأحمر البحريني. يا ولد يا عطال داس على الكرة وانطلق في لقطة من اللقطات الجميلة هنا للمنتخب الجزائري. لكحل خلاص المنتخب الجزائري خد الجرعة اللي محتاجها، لأن كما قال مباراة حلوة استلام على طول. مرهون لما يلعب لكن التحرك المرة دي التعادل مهدي عبد الجبار. ايه المباراة دي؟ ايه ده؟ المنتخب البحريني الجبار التعادل في الدقيقة 27، لكن اتعمل
عمل الاوفرلاب حلو قوي. علي مدن امامنا، علي مدن يلعب الكرة العرضية، ومهدي عبد الجبار باحساس عالي قوي وسط غمرة الفرحة الجزائرية يسجل امامنا هنا. مهدي عبد الجبار اللي امامنا هو مهدي عبد الجبار. هي حبة الاحمر البحريني، لكن جملة حلوة وهجمة حلوة بلمسة حلوة قوي كانت من رضوان بركان. نفس الكلام نقوله على هدف المنتخب البحريني الاحمر البحريني. يا عم الحلاوة دي، ايه الحلاوة والجمال ده؟ عملها ايه؟ عملها بكعبه والدبل كيك، وادي عرضية التاني بولبينا، عادل بولبينا يسجل الهدف التاني للخضر. اي روعة، اي متعة. قال لك احنا قاعدين، احنا مش ماشيين، احنا حاملين اللقب. بص شوف عادل بولبينا لاعب فريق نادي الدحيل القطري يسجل بولبينا. وهذه هي لقطات تعبر عن الروح الموجودة. اما تشوف ياسين خلوق قوي، ياسين ابراهيمي لاعب خلوق ولاعب مميز، لكن خلينا ندي عادل بولبينا حقه اللي بيسجل هدفه. ادي امامنا ابن جمعية